تخيل تبدأ يومك عادي وفجأة تسمع إنه في جثة مرمية في النيل غرقانة في دمه. على طول تسأل نفسك مين القاتل وليه، والأهم إزاي شخص ممكن ينهي حياة حد أقرب الناس ليه بسهولة كده. اللي حصل في مركز إخميم محافظ السوهاج مش مجرد جريمة قتل عادية، دي كانت كارثة بكل المقاييس، جريمة بشعة اتخطط ليها بكل دم بارد وكان دافعها الوحيد كلام الناس. خليك معاي وركز لأن القصة دي هتشدك من أول لحظة لحد النهاية. كان يوم عادي زي أي يوم في القرية، الجو صافي والناس رايحة لشغلها والدنيا تمام، لحد ما ظهر صياد على ضفة النيل وبدأ يرمي شبكته. لكن فجأة شاف حاجة غريبة على سطح المية، كيس أسود ضخم بيتحرك مع التيار. الصياد حس بالرعب لكن فضوله كان أقوى من خوفه، قرب منه ومد إيده علشان يفتحه، وهنا كانت الصدمة. جثة بنت مشوهة ملفوفة في كيس لفة كويس وعليها آثار طعنات بالسكين كتيرة جدا، وكأن اللي قتلها كان عايز يخفي أي دليل لجريمته. الخبر انتشر في القرية زي النار في الهشيم، والكل كان عنده سؤال واحد: مين البنت دي وإزاي وصلت للنيل بالشكل دي؟ الشرطة وصلت وبدأت تتحقق، وبعد ساعات من التحقيق والبحث تم تحديد هوية البنت دي. اسمها كريمة، بنت شابة عندها 23 سنة من نفس القرية. لكن اللي كان غريب إن الجريمة شكلها شخصي جدا، وكأن اللي قتلها كان عارفها كويس وعنده دوافع قوية انه يخلص عليه. وهنا بدأ البحث عن القاتل، واللي كان اقرب بكتير مما اي حد يتخيل. كريمة كانت معروفة بجمالها وهدوءها، بنت بسيطة لا لها عداوات ولا مشاكل مع حد. لكن للأسف في بعض المجتمعات الجمال بيكون نجمة مش نعمة. الناس بدأت تتكلم وتنشر شائعات حول كريمة. كريمة مش بنت محترمة، كريمة بتتعامل مع الشباب، كريمة بنشوفها بتتكلم مع ناس غريبة. كلام فارغ، لكن للأسف وصل لإخواتها الثلاث عبد الله وعلاء ومحمد. وهنا كانت اللحظة الفاصلة، بدل ما يدافعوا عن أختهم أو حتى يتحققوا من صحة الكلام والشائعات، قرروا إن الحل الوحيد هو غسل الحار. لازم نخلص منه ونرجع شرفنا. الإخوات اجتمعوا وحطوا الخطة. عبد الله كلم كريمة وقال لها بكل حنية: تعالي معانا في بيت أبوكي، محتاجين نتكلم معاك شوية. كريمة ما شكتش لحظة في نواياهم ووافقت على طول. كانت واثقة ان دول اخواتي سندها في الدنيا، لكن الحقيقة كانت ابعد ما يكون عن الامان. دخلت البيت القديم، اول ما قفلت الباب هجم عليها عبد الله، شدها من ايده علاء، ومحمد رفع السكين وضربها ب14 طعنة. بعد ما خلصوا على كريمة كانوا فاكرين انهم اذكي وانهم قدروا يدفنوا السر للابد. دفنوها في الحوش القديم وردموا عليه وكأن ما كانتش موجودة اصلا. رجع عبد الله البيت وكمل حياته عادي وكأن ما فيش حاجة حصلت. لكن الحقيقة السر مهما اتدفن هيطلع في يوم من الايام. عبد الله لما روح كان متوتر جدا مش طبيعي. مراته صباح لاحظت عليه التغير وسألته: فين كريمة؟ ليه ما رجعتش معاك؟ عبد الله تهرب، حاول يسكتها لكن صباح ما سكتتش. مسكت موبايل عبد الله ولقيت الكارثة، رسائل بين عبد الله واخواته بيتفقوا فيها على قتل كريمة. لازم ننهي الموضوع، كريمة لازم تموت. صباح واجهته لكنه بدل ما يعترف معاه ضربها وهدته. لكن صباح ما سكتتش، راحت مباشرة للشرطة وفضحت كل شيء. الشرطة اتحركت على طول، قبضوا على الاخوات الثلاثة عبد الله وعلاء ومحمد وواجهوهم بالرسائل اللي لقيتها صباح. في الاول انكروا، حاولوا يلفوا ويدوروا، لكن مع الضغط والتحقيقات انهاروا واعترفوا بكل حاجة وقالوا الناس كانت بتتكلم عليه، ما كانش عندنا حل غير كده. مش بس كده، كمان اعترفوا انهم طلعوا الجثة بعدها ورموها في النيل علشان يبعدوا كل الشبهات. القضية تحولت للمحكمة وكان الحكم الاعدام شنقا لعبد الله وعلاء ومحمد. العبرة من القصة دي مست جوش الشائعات. كريمة ماتت ظلم، ضحية تفكير جاهل، ضحية كلام ناس ما عندهاش دليل ولا منطق ولا ضمير. بس السؤالين المهمين: لو كنت مكان صباح كنت هتبلغ أو كنت هتبلغ عن جوزك؟ السؤال الثاني: هل الشرف الحقيقي إنك تقتل بنت بريئة بسبب شائعات وكلام؟ شارك برأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك القصص الجديدة أول بأول. سلام.